اللوحه دي اسمها ايه يا مها؟ اللوحة دي اسمها ايه؟ والله انا كنت برسم فيلينجز اكتر، كنت بحاول الاقي مشاعر يعني. فضيحة مها الصغير، حلقة كاملة من الكذب على الهواء مباشرة. مها الصغير. انا برسم من زمان جدا. في حاجة مرعبة حصلت بصراحة، بس لو مشيت ورا الكاميرات هتفهم الوضع كله فيه ايه. مها الصغير طلعت في برنامج معكم منى الشاذلي، ووقفت بكل ثقة وقالت انا فنانة واللوحات دي من شغلي، وكلنا قلنا الله جميل، شغلها يجنن، مبدعة بالفطرة. بس الحقيقة ولا لون فيها من ايديها، ولا حتى بتعرف تمسك فرشة الرسم. اشهر لوحة فيهم قالت صنعت لنفسي اجنحة، اتضح انها من رسم الفنانة الدنماركية ليزا لايش نيلسون، ورسمتها من 2019. ومها عملت لها سكرين شوت من انستجرام وحطتها في البرنامج، وقالت انها بتعبر بيها عن احساسها كامرأة مصرية. يعني سرقة وتمثيل وتسقيف بيساوي فضيحة عالمية، لان الموضوع مش مجرد لوحة، ده كتالوج كامل مسروق. بعد ما الناس فتحت عينيها لقوا ان كل اللوحات اللي ظهرت في الحلقة كلهم مسروقين حرفيا من على النت، كلهم جايين من بنترست او من بيهانس، من فنانين تانيين حوالين العالم. لا في تعديل ولا في انسبيريشن ولا اي اديت، مجرد كنترول سي وكنترول في، وفالحة بس على الهوا تقولك انا فنانة بنت فنان. طبعا ردود الافعال اختلفت في الموضوع. منى الشاذلي نشرت بوست قالت فيه انها تحترم حقوق الفن وحقوق الملكيه الفكريه، وما نفتش، يعني الموضوع طلع صح فعلا. ليزا نيلسون نشرت صورتها وصوره مها وقالت ده شغلي وده سرقه. ياسمين الخطيب بقى تسكت؟ لا طبعا، ولعت الدنيا وقالت حتى لو هتسرقوا اعملوا شويه تعديلات يا اخي، مش تاخدوها من على الانستجرام كده زي ما هي. مها الصغير طبعا ساكته ومكبره دماغها، بس السوشيال ميديا مولعه والناس مش ناويه تسكت. السؤال بقى هنا اللي بيطرح نفسه، هو احنا مش بنتعلم؟ مش دي نفس البجاحة اللي حصلت من غادة والي لما سرقت لوحات الفنان الروسي جورج كوراسوف؟ وبدل ما تبقى فرصة للتوبة لان نشوف السرقة على الشاشات ومع تسقيف كمان، ارجوكم كفاية استخفاف بعقول الناس، وارجوك كفاية استخفاف بعقلي، وانزل اعمل اللايك والاشتراك في القناة. الفن يا جماعة مش لعبة، واللي بيتعب على رسمة سنة ما يستاهلش حد يعملها سكرين شوت وياخدها وينزلها عنده ويقول دي بتاعتي. في حاجه اسمها حقوق ملكيه فكريه، في حاجه اهم اسمها كرامه وشرف مهني. مش لازم تبقى فنان عشان تبقى محترم، وخصوصا لما تكوني مليونيره بنت مليونير، وابوك الله يرحمه كان راجل محترم وسمعته كويسه، ويعتبر من اكبر البيوتي سنترز في العالم العربي ان ما كانش اكبرهم. وبمناسبة الكوبي رايت، انا بعتذر للراجل اللي انا سارق منه البوست ده، لان للاسف نسيت اخد اسمه. واخر كلمة عايزين نقولها، الله يكون في عون احمد السقا. عايزك تسمعني رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك والسبسكرايب والشير، ولو لقيت صاحب البوست الرئيسي يا ريت تعمل له منشن وتقول له اكرم مفتاح بيعتذر لك.